هناك وجع لا يمكن وصفه بالكلمات، هناك خوف لا يمكن الهروب منه، وهناك أيام تمر وكأنها لا تريد أن تنتهي. الحرب ليست فقط قذائف تسقط أو جدران تهدم، الحرب تسكن داخل الإنسان، في ذاكرته، في ملامحه، في عينيه التي لم تعد ترى الحياة كما كانت. الحرب تأخذ أكثر مما تمنح، تسرق الأمان وتسرق الضحكات، تسرق المنازل وتترك خلفها أرواحا متعبة، قلوبا لم تعد تعرف الفرح، وأحلاما توقفت عند آخر يوم كان فيه كل شيء طبيعيا. كيف يشعر الإنسان في الحرب؟ إنه لا يعيش، هو فقط يحاول البقاء، يستيقظ على صوت انفجارات، ينام وهو لا يعرف إن كان سيصحو في اليوم التالي أم لا، يفقد أشخاصا أحبهم، يتعود على وداع لا رجعة فيه، يصبح أقسى، يصبح أقسى مما كان وأضعف مما يظهر. لكن الحرب ليست فقط دمارا في الشوارع، بل دمارا في النفس. هناك من نجا من القصف لكنه لم ينجو من الكوابيس، هناك من خرج بجسده سالما لكنه يشعر أن روحه بقيت هناك، بين الركام، بين الأصوات التي لا تزال تصرخ في ذاكرته. الحرب تغير الإنسان، تجعله يكبر قبل أوانه، تجعله يتعود على الفقد، تجعله يخاف من الهدوء، لأنه يعرف أن بعد الهدوء عاصفة جديدة. لكن وسط كل هذا الظلام هناك بصيص ضوء، هناك أم لا تزال تبتسم لطفلها رغم الخوف، هناك رجل يساعد غيره رغم أن قلبه مثقل بالحزن، هناك من يحاول أن يكتب، أن يوثق، أن يتحدث، حتى لا تصبح الآلام مجرد أرقاما في الأخبار. الحرب قاسية، لكن من يعيشها أقوى مما يتخيل. لذلك لمن مر بهذه التجربة، لمن فقد، لمن تعب، أنت لست وحدك. وحتى لو سرق منك كل شيء لا تدعهم يسرقون منك إنسانيتك. سينتهي هذا الألم، سينتهي هذا الألم يوما ما، حتى ولو طال.